السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم. طبعا كلنا اتفرجنا على منتخب مصر النهاردة. الواحد دمه محروق مش عارف يتكلم. اتفرجنا على ماتش النهاردة، ماتش غانا. طبعا كلنا شفنا غانا، منتخب غانا منتخب ضعيف جدا. يعني منتخب مصر لو في نص مستواه يكسب بسهولة جدا، بس منتخب مصر أصلا مستواه وحش جدا يعني. طبعا والمدرب بدأ بتشكيل، يعني أنا شايفه تشكيل وحش جدا طبعا. في لعيبة كان مستواه وحش. ماتش موزمبيق الماتش اللي فات برضه بدأ بيها الماتش ده. يعني لعيب زي محمد حمدي باك الشمال كان مستواه وحش في الماتش اللي فات، وأصر المدرب اللي يلعب بيه الماتش ده. مع إن في بره أحمد فتوح لعيب كويس جدا، لعيب مهم في منتخب مصر. الشعب ما بيلعبوش ليه؟ لعيب البطولة اللي فاتت كان من أحسن اللعيبة الموجودة في منتخب مصر، وعمل بطولة هايلة البطولة اللي فاتت. أنا مش عارف مصر ليه على محمد حمدي. برضو اتكلم عن النني. هو يا جماعة عشان لعيب محترف لازم يلعب أساسي في منتخب مصر؟ يعني شايف في لعيبة كتير في منتخب مصر أحسن من النني، والنني أصلا ما بيلعبش بره. يعني النني أصلا ما بيلعبش في إنجلترا، فتجيبه أنت تلعبه أساسي؟ دي حاجة غريبة جدا يا جماعة. والشناوي مستواه في البطولة دي، يعني نتكلم بأمانة، مستواه وحش قوي. يعني الشناوي برضو يسأل الجونين اللي دخل فيهم النهاردة. يعني مستوى الشناوي البطولة دي وحش قوي. فالحمد لله قدر ما شاء فعل. طبعا الحمد لله اتعادلنا. احنا كناش اتعادلنا النهارده كان هيحصل مشكلة كبيرة، كان ممكن بنسبة كده طلعنا من البطولة. بكرة في ماتش مهم، ماتش موزمبيق والراس الأخضر. أنا بتمنى طبعا الراس الأخضر طبعا تكسب يعني بكرة. يعني موزمبيق لو كسبت بكرة هتبقى مصيبة يعني. هنخش بقى في بيرما، بقى حسابات بيرما اللي احنا لازم نكسب وهم يخسروا، وش في أهداف هنخش في مشاكل. بس إن شاء الله بكرة راس الأخضر تكسب عشان مصر تصعد إن شاء الله. واحنا مع منتخب مصر برضو، بس على المستوى ده مصر مش هتكمل البطولة. لو برضو المدرب ده أصر على بعض اللعيبة دي مش هنكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.